ازيكم يا حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. وانا بحب اشكر كل اللي بيخش يكتب لي تعليق حلو. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، بجد انتوا بتبسطوني قوي بالتعليقات بتاعتكم. واتمنى كمان اللي ما يعرفنيش انا اسمي مريم ودي قناتي، واتمنى يخش يعمل لي اشتراك. تشجيع منكم عشان استمر في تنزيل الوصفات. بالنسبه لوصفه النهارده بقى وصفه لذيذه جدا. هنعمل كده بسكوت بسيط جدا، مش عارفين طعمه اذا كان بيتي فور او بسكوت. بجد بيدوب كده ذوبان، يعني حاجة كده. بصوا، يعني حاجة كده منتهى الطعم، غير طعمه كده الجميل، بجد طعمه حلو قوي. مكوناته بسيطة جدا، ينفع للأطفال كده مع كوباية حليب الصبح. زي ما قلت لكم مكوناته بسيطة جدا وطريقته أبسط من البساطة. يلا بقى بينا نبدأ وصفتنا ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس أحب أدوقه الأول، بجد طعمه جميل جدا وتدوب كده ذوبان، ده غير طعمه حلو قوي. يلا نعمله مع بعض ونشوف. زي ما قلت لكم ان هو بسيط جدا. واتمنى تعملوا لي اشتراك وتعليق حلو زي ما انتم معوديني. يلا بينا بسم الله ونبدا. اول حاجه يا حبايبي، عندنا هنا كوبايه من السمنه، هنزل عليها بكوبايه من السكر. لو انت حابه تقللي السكر شويه قللي، لكن انا شايف ان كوبايه، آه، كوبايه ميه بتاعت الشاي كويسه قوي. كمان هنزل ببيضه، بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. طالما نزلنا بالبيض يبقى نحط على طول الفانيليا. تمام، بس كده. باكت بقى من اللي هو الورق أو معلقة من السايلة، مفيش أي مشكلة. هنبتدي بقى نضرب كل الكلام ده مع بعض. لازم أسيح السمنة والسكر يدوبوا خالص مع بعض. لو انت حابة تستخدمي زبدة استخدمي، لكن زيت ما بفضلش، لأن وصفة البسكوت دي مميزة بالسمنة أو بالزبدة، لكن بالزيت ما بتطلعش حلوة. تمام، بعد ما ضربت كده كويس قوي هبتدي انزل بمعلقه صغيره جدا من الملح. اكمل ضرب. بس كده حبايبي، دي المكونات اللي هتتضرب كده السوائل مع بعض. وبعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. عايزه تضربيهم في الكبه في الخلاط، بس هم مش مستاهلين يعني. أهو كده بالشكل ده زي ده. بعد ما ضربت السوائل مع بعض هنزل بقى بكوبايتين من الدقيق. طبعا دي يكون مخفوق كويس أوي. هنزل بيه شوية بشوية، مش هنزل بيه كل كده كل مرة واحدة. طبعا دي مش معجنات عشان أعجنها، يعني يا دوبك هتبقى دي من العجينة بس. شايفين بتتلم بسهولة ازاي. بس نبدأ بقى نحط الجزء التاني بالشكل ده كده. وكمان هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، مش هكتر، يا دوبك بس معلقة صغيرة. وابتدي الم العجينه كده، لما يا دوبك بس، لا مش هنعجن طبعا. شايفين بتتلم بمنتهى السهوله. كده حبايبي هقسم بقى العجينه، هقسمها كده لجزئين بالشكل ده كده. جزء احط فيه عليه معلقه من النشا، والجزء التاني احط عليه معلقه من الكاكاو، علشان يبقوا نفس العجينه واحده. هي مش سايحه ولا اي حاجه، العجينه مظبوطه زي العسل. تمام، احط بقى معلقه هنا كده حبايبي. احط كده زي ما قلت لكم هنا معلقه من الكاكاو، وهنا نحط معلقه كمان من النشا علشان تبقوا عجينتين نفس الصوت. بس كده. هبتدي بقى اخد بقى العجينه دي مع النشا كويس قوي.
بس شايفين بتتلم بسرعة بسرعة، بتتلم ازاي ومنتهى السهولة. بس كده، دي العجينة اللي أنا حطيت عليها معلقة نشا. ماشي، دي بالنسبة لمعلقة الكاكاو. هنعمل كده برضه بالشكل ده كده. كده حبايبي بنيتها برضه بمنتهى السهولة. شايفين بقت دي كده بالفانيليا أو اللي هي ريش الكاكاو. ونبدأ نحط عليها كيس تاني، نحط عليها كيس كده ونبتدي ناخد كده العجينة بالشكل كده. تدخل طبعا بمنتهى السهولة. نشيل بس اللي هي الحاجات الزيادة. بالشكل ده كده. شايفين بتتفرد ازاي؟ سهلة جدا وبسيطة. بالشكل ده كده. ايه رأيكم بقى كده؟ بس كده. ده أول حاجة في التور اللي هو كانت العجينة بالفانيليا. محتاجة كمان أفرد العجينة اللي هي بالكاكاو نفس السمك ونفس الحجم كله. تمام. هبتدي بقى أشيل كده علشان أفرد العجينة اللي هي بالكاكاو. تمام. نشيلها كده وابتدي أجيب العجينة دي كمان وأفردها كده. حبايبي خلاص أنا فردت العجينة اللي هي بالكاكاو، كمان فردت العجينة دي. فهجيب دي بقى وأحطها على دي بالشكل ده. سهلة جدا، الحكاية بسيطة جدا. هنجيب بقى دي نفردها كده فوق دي بس، ونضغطها كده على بعض بالشكل ده كده. وبعد كده نسويها بقى بالسكين. نشيل بقى كده ونبتدي نسويها كده. هنسويها كده ايه بالسكينة بالشكل ده كده. طبعا كل الزيادات دي بنشيلها ونعجنها تاني، بنستخدمها. مفيش عجينة بتترمي. تمام. كده كل ده عندنا كده ونستخدمه تاني. ودي كده برضه بالشكل ده. بعد كده بنجيب بقى العجينة عندنا اللي احنا فردناهم على بعض بالشكل ده كده. وبعد كده ببتدي ألفهم بقى ايه الرول كده بمنتهى البساطة. بتتلف كده. شايفين بتتلف كده ايه بمنتهى البساطة. بس كده كده. بضغط بس عليها كده عشان يثبتوا مع بعض كده. حبايبي خلاص بعد ما لفيتها رول بدأت أقطعها، بس للأسف المقطع فصل فعيدته تاني. شايفين الشكل؟ بصوا شايفين الشكل بتاعها؟ ده الشكل بتاعها. يا رب يكون واضح. اهو شايفين الشكل ده كده. حاجة بتتعمل بمنتهى السهولة وبسرعة السلوك، يعني 5 دقايق كنا خلصناها.
هو بس الجو حر كده، هو ده مصعب الحكاية. شايفين الشكل بتاعها قد إيه ظريفة وجميلة جدا. لو عندك أطفال هيفرحوا بشكلها أوي. إيه رأيكم؟ مخدتش وقت، جميلة جدا، مخدتش مكونات كتير، سهلة وبسيطة، ومش هتاخد كمان وقت في الفرن. يعني كلها حكاية بسيطة جدا. بعد كده شايفين شكلها منتهى الجمال. كده حبايبي هنجيب الصينية اللي احنا عملناها وهبتدي أدهن الوش كده، حتى مية مش مشكلة، مش مشكلة. ندهن الوش كده بسيطة كده، ندهن بالشكل كده. وبعد كده بنجيب السمسم نحطه على الوش بالشكل كده. الوش شايفين حبايبي، شايفين الشكل بتاعه ومنتهى الجمال.